كانت مصر في الفترة دي تحت حكم الدولة الفاطمية شيعية المذهب، وكنا في منتصف القرن الخامس الهجري، وكانت مصر في الفترة دي عبارة عن جنة الله في أرضه يأتيها الخير من كل مكان، لدرجة يقول عنها الرحالة والمؤرخ الفارسي ناصر خسرو حينما أتاها زائرا: لم أرى مثل مصر في حضارتها وجمالها وازدهارها. وخلينا أقول لك إن ده ما كانش بس في فترة حكم الفاطميين، لا ده من قبل كده بكتير جدا، لدرجة لما دخلها المأمون الخليفة العباسي قال: قبح الله فرعون إذ قال أليس لي ملك مصر فكيف لو رأى العراق. فقال له سعيد بن غفير: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فإن الله تعالى قال: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، فما ظنك بشيء دمره الله هذه بقيته. وتوسع ملك الفاطميين جدا في الفترة دي، لدرجة مش بس مصر اللي كانت تحت حكمهم، الشام وفلسطين والحجاز وشمال أفريقيا كل دول كانوا تحت حكم الدولة الفاطمية في الفترة دي. ده حتى بغداد عاصمة الدولة العباسية لمدة سنة فيها كان يدعى فوق المنابر للخليفة الفاطمي المستنصر بالله. وفضلت يا سيدي الأمور على كده والدنيا تمام وزي الفل لحد ما تبدل الحال وبقى غير الحال، فسبحان مغير الأحوال.